لو افترضنا سيناريو كده كان حصل، كان في طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبه من كام سنة من الدول العربية ان يكون في قوة عربية مشتركة. طبعا كل الناس عارفة الكلام ده والموضوع ده ناس كتير اتكلمت فيه. نتخيل السيناريو ده لو كان حصل، كان ايه الموقف في الوقت اللي احنا فيه ده في حرب ايران مع امريكا، وان امريكا بتدخل الخليج مع ايران وهتخلط الدنيا ببعضها والدنيا كلها هتعك في بعضها. كان ايه الموقف؟ انتوا شايفين، كل الناس شايفة بالاجماع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده مش كلام كده وخلاص، ده وقائع واحصاءات معمولة حول العالم، اذكى رئيس على مستوى العالم حاليا. والله ما كلام، والله العظيم ما كلام ولا تطبيل ولا اي حاجه، بجد ده حقيقه. اللي مش مصدق يشوف ويشوف الوضع كده. يعني انت لما يكون الدنيا كلها اساسا، يعني اكبر دوله في العالم الرئيس بتاعها، انا مش عايز اقول لفظ يعني، متاخد يمين وشمال، والدول العظمى كلها داخله في صراعات مع بعض، وعلى الحدود بتاعتنا مش عارف مين بيضرب مين ومين بيتخانق مع مين ومين دخل مع مين في حوار ومين بيتعمل له كماشة مش عارفة في كذا. طبعا ايران يا جماعة ما حدش هيقدر عليها. انا بقول لكم ايران قوية، ايران قوية، لكن ايران بتحترم مصر وبتحترم الرئيس المصري حاليا وقبل كده وبعد كده وفي كل وقت، تمام؟ بدليل اللي حصل مع الرئيس السادات قبل كده، يعني في حرب 73. اكيد لو السيناريو ده كان تم وكان فعلا كان بقى فيه قوة عسكرية أو قوة عربية مشتركة بين الدول العربية، كان الموضوع هيختلف. كان الموضوع مش هيبقى كده، كان الموضوع هيبقى فيه كلمة بس بتتقال وخلص الموضوع، وما كانش فيه حاجة أساسا هتجبر إيران إن هي تخش في صراع، لأن الصراع ده أساسه احنا عارفين وبنكن الاحترام لدولنا العربية ودول الخليج. ربنا يحفظهم ويحفظنا جميعا من كل فتنة ومن الحروب والكلام ده كله. لكن هو ده ما كانش هيحصل، لان ده حصل بإس امريكا. خد بالك ان ده حصل بإس امريكا اسرائيلي، هو اسرائيلي من البداية وتوجه على امريكا وامريكا نفذته، ماشي؟ وامريكا بتنفذه عشان مصالح، عشان مصالح مادية ومصالح معنوية وعلى مصالح على ارض الواقع وشوية احلام كده وخطط عندهم. طبعا احنا مصر ما فيش الكلام ده، احنا بنقول كل دولة لها سيادتها، والرئيس السيسي يعني بيساعد على قد ما يقدر وبيقدم الدعم على قد ما يقدر لكل دولة على حدة، حتى لو مش دولة عربية. كون ان في رئيس دولة في الاوضاع الحالية في العالم بيقدر يقول لا الاقوى دولة وفي نفس الوقت ما يخشش في صدام معاها، ده ما يتوصفش. يعني ده وصف ايه ده؟ لو في وصف اكتر من ذكي نقدر نقول عليه. لان في دول قالت لا ودخلت في حروب، وفي دول بتاخد على دماغها وما بتقدرش تقول حاجة، وفي دول بيتسيطر عليها وبتحتل وبتتفكك وبيحصل فيها مشاكل وحروب أهلية. ربنا يديم على مصر نعمة الأمن والأمان، وربنا يحفظ جميع بلاد العرب والمسلمين. وعايز الناس تسيبها من فكرة اللجان الإلكترونية والشغل اللي هو اللي بالك فيه بقى، ده مصر كذا وبيحصل كذا والأسعار والبتاع. يا عم احنا ما راضيين باللي بيحصل كله يا عم، واحنا الأسعار عندنا أحسن من غيرنا، وممكن نتكلم في مشاكلنا الداخلية ما بيننا وما بين بعضنا بس ما حدش تاني يتدخل. خلي بالك المصريين ما لهمش كتالوج حقيقي والله. ممكن ينتقدوا في بلدهم عادي وتلاقوهم الصبح واقفين مع بلدهم في اي حاجه عادي جدا. يعني مش معنى ان مثلا المصريين بينتقدوا حاجه في البلد زيها زي اي بلد في العالم ان هم كارهين البلد. لا يا باشا، ده عادي بينتقدوا، بس الصبح تلاقوهم بيضحوا بحاجات كتير جدا عشان خاطر بلدهم. فانت ما تركبش الحوار. يعني نتمنى ان الدول العربيه ما تنجرش في اللي بيحصل واللي بيجرجرهم فيه ترامب الامريكاني والصهيوني. دلوقتي يا جماعه اسرائيل خرجت بره الحرب دي وعايزينها تبدا بين العرب، عشان تبقوا انتوا فاهمين. فلازم العرب ياخدوا بالهم من اي فتنه بتحصل. احنا ممكن نتكلم في الوقائع والاحداث اللي بتحصل ونقول ده ايه وده ايه ونقول راينا وبكل وضوح وكل واحد يقول وجهه نظره، بس في الاخر مش عايزين عداوه بين العرب وبعض، مش عايزين عداوه بين مسلم ومسلم. وعلى فكره ايران لحد دلوقتي بتقول انا برد العين بالعين. يعني ايران ما بتهاجمش، ايران يا جماعه عارفه كويس وفاهمه كويس هي بتعمل ايه، وبترد على العدو بتاعها، وانتوا عارفين العدو بتاعها ايه بالظبط وبتعرف ترد عليه بأي طريقه، ومش عايزه توسع الموضوع. لان هم التانيين عايزين فعلا ان ايران تعمل حاجه وتنجر تعمل حاجه غلط كده، يقوموا هم بقى ضاربين وعاملين دمار شامل. يعني عارفين الدمار الشامل بقى، مش عايزين نقول الكلمه بقى، زي ما حصل مع اليابان قبل كده، واليابان ضربت لهم اسطول بحري وحاجات كده، فقاموا ردين بقنبله نوويه، فضاربين مش عارفه كذا، فقضوا على اليابان كلها. والحمد لله لحد دلوقتي ما فيش من اخواننا في دول الخليج
يعني ما فيش حاجه، يعني ما فيش اصابات بشريه، يعني الضرب كله في الحاجات اللي هي القواعد والشغل العسكري والمعدات العسكريه والكلام ده كله، يعني ما فيش اصابات. بس هي الفكره ان هو الجماعه اياهم ولاد المكروهه عايزين يزرعوا فكره العداوه وفكره ان ايران بتضرب وايران طب ما ايران يا عم ما ضربت مره، طب ما انت ضربت 10. طب ما هي ايران بتضرب لوحدها، ما ايران بترد بس مش بتضرب، يعني مش هي اللي بادئه بالضرب. ما لو الناس فكرت صح هتقول كده ان ايران بتضرب يعني كرد، يعني كرد لكرامتها ورد لسيادتها ورد، يعني مش بتضرب معتدية، يعني مش هي اللي بتبتدي بالضرب، هي بترد الضربة بس مش اكتر. فلو الناس فهمت الكلام ده هتفهم اللعبة اللي بتتعمل. في الاول وفي الاخر ربنا يحفظ دولنا، الدول العربية والمسلمين جميعا، ويجعلنا يا رب في احسن حال وفي خير، ويبعد عننا كل شر.